ايوه. ايه يا حبيبي تقول ايه؟ والله. الاهلي انهى الصفقات الشتويه بتاعته والانتقالات. ما شاء الله. امم ده امتى سمعت الخبر ده؟ اه، ما شاء الله. طب كويس، احنا عارفين ان كابتن الخطيب بيدعم الفريق وصفوفه دايما. اه. وايه؟ الناس التانية ما ايدوش ليه؟ عليهم فلوس؟ اه، هي الجبلية رجعت كلمتهم تاني ولا ايه؟ اه. كان شكلهم صعب، صح. امم يا ربنا يتولاهم. سلام يا حبيبي، سلام. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل متابعينا على القناة. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصر على قناتكم المفضلة. إن شاء الله النادي الأهلي ليه لقاء مهم جدا في الجولة ال 12 يوم الخميس القادم الموافق 5 يناير 2023، وهيكون في استضافة نادي إنبي. إنبي هيلاعب الأهلي يوم الخميس على ملعب بترو سبورت، بعد فوز النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء على نادي بيراميدز في اداء اكثر من رائع. يلتقي مع نادي انبي في الجوله ال 12 بعد فوز النادي الاهلي، يصبح رصيد نادي الاهلي 27 نقطه بفارق 3 نقاط عن نادي الزمالك. الاهلي فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر. سجلوا لاعبي نادي الاهلي 20 هدف وتلقت شباكه 5 اهداف. ده بالنسبة للقاء النادي انبي ونادي الأهلي في الجولة ال 12 في جدول العام الممتاز. بعيدا عن لقاءات النادي الأهلي، كنت حابب أتكلم عن الصفقات الجديدة والانتقالات الشتوية للنادي الأهلي. ما زال كابتن الخطيب يدعم صفوف النادي الأهلي للمنافسة على دوري العام الممتاز والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم الأندية المقام بالمغرب. الأهلي أنهى 3 صفقات من العيار الثقيل وفي طريقه إلى إنهاء الصفقة الرابعة. الصفقة الأولى وهو اللاعب محمد الضاوي المعروف باسم كريستو، النجم الساحلي. محمد الضاوي أنهى تعاقده مع نادي الأهلي مقابل 1,200,000 دولار. الصفقة الثانية اللي أنهاها نادي الأهلي وهو اللاعب عبد العزيز يعقوب، بعد تواصل نادي الأهلي مع نادي ريو البرتغالي أنهى تعاقده مع عبد العزيز يعقوب. اللاعب الغاني هيحصل على 800,000 دولار في الموسم، والنادي البرتغالي بتاعه هياخد 2.5 مليون يورو وهيكون على دفعتين. ده بالنسبة للصفقة الأولى والصفقة الثانية. أما الصفقة الثالثة اللي أنهاها النادي الأهلي من ضمن الانتقالات الشتوية وهو خالد عبد الفتاح ظهير نادي سموحة، وده هيكون بدل أكرم توفيق. احنا عارفين إن أكرم توفيق تم إصابته بالرباط الصليبي. ألف سلام عليك يا أكرم، شفاك الله وعافاك. وطبعا هو أجرى عملية جراحية وهيتم استبعاده وغيابه عن الملاعب لمدة 8 شهور. يبقى احنا كده اتكلمنا على 3 صفقات من العيار الثقيل لنادي الاهلي، والاهلي في طريقه انهاء الصفقه الرابعه. وزي ما قلت لحضراتكم ان كابتن خطيب دايما بيدعم فريق نادي الاهلي وصفوف نادي الاهلي. كل التوفيق لنادي الاهلي في المباريات القادمه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.